أن أول ما يحاسب عليه العبد أمران اثنان: في شيء بين العبد وبين الله، وفي شيء بين العبد وبين الناس. الذي بين العبد وبين الله أول ما يحاسب عنه العبد هو الصلاة، فإن صلحت صلح العمل كله، وإن فسدت فسد العمل كله. وأول ما يحاسب العبد عليه من حقوق الناس الدماء، هي أول ما يقضى بين الناس فيه يوم القيامة هو الدماء. وهنا تفريق إذن ما بين الحقوق التي بينك وبين الله وهي العبادات، والأصل فيها رحمة الله عز وجل، والحقوق التي بينك وبين الناس والأصل فيها المشاحة، ما في تنازل، لا يتنازل أحد عن أحد يوم القيامة. لماذا؟ لأن الله وصف حال الناس يوم القيامة فقال: يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. إذا كان العبد يفر من أبيه عشان ما يطلب حسنة، أسألكم بالله